موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. بس قبل أي حاجة، لو أنت مهتم بأخبار النجم محمد صلاح ونادي ليفربول، اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. ليفربول بقيادة نجمنا المصري محمد صلاح رجع بعد التوقف الدولي وعينه على الحفاظ على الصدارة. الريدز بدأ الموسم بأقوى بداية، فوز مثير 4-2 على بورنموث، بعدها انتصار ناري على نيوكاسل 3-2، وأخيرا فوز مهم على أرسنال 1-0. ليفربول في قمة جدول الدوري ب9 نقاط كاملة، أما بيرنلي فبيحاول يثبت نفسه في البطولة، فهو في المركز ال 14 برصيد 3 نقاط فقط، من فوز وحيد على ساندرلاند 2-0 وخسارتين امام توتنهام 3-0 وامام مانشستر يونايتد 3-2. اما الجديد في ليفربول فهو موقف الوافد الجديد الكسندر ايزاك. مدرب ليفربول سلوت اكد ان اللاعب لسه بيرجع تدريجيا للياقته بعد ما غاب عن فتره التحضير، وانهم بيجهزوه بحرص. يعني ايزاك ممكن يشارك في جزء من الماتش فقط علشان ياخد حساسيه المباريات، لكن صعب نشوفه 90 دقيقه كامله. اما عن موعد المباراه، فالمباراة يوم الأحد القادم 14 سبتمبر الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب تورف مور معقل بيرنلي، والمباراة منقولة حصريا على قناة بين سبورت HD1. الماتش مهم لليفربول عشان يحافظ على القمة. جماهير الريدز مستنية تشوف صلاح وهو بيواصل التهديف، وإيزاك وهو بيظهر لأول مرة بالقميص الأحمر. من هنا وصلنا للنهاية. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. كان معكم حسن سعيد.